بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. شباب الأهلي مع يستروب للفسحة والتنزه. فرحتي طروب مصاحب معاه في الفريق في الاحتياطي لاعبين الشباب، منهم نساد معوض ولاعبين آخرين. على أي أساس بتسحب هؤلاء اللاعبين معاك؟ هل يشهدوا وراه من على الكرسي الجهاز؟ واخدهم معاك ليه؟ خدتهم معاك فندق ومصاريف وأكل، خدهم معاك تقعدوا مع الدكة؟ هما ناقصين فسح ولا تنزه؟ يعني طلبت بمحاكمة أسامة هلال يتعاقد مع هذا المدير الفني، لأن أول ما الأهلي اتعاقد معاه ضجة إعلامية كبرى. هذا المدير الفني راجل هجومي، يحب يعشق الهجوم ويعشق الشباب ويصعد الشباب. اللي شفناه شباب راحت أندية تانية زي محمد عبد الله وغيرهم، ولاعيبة قاعدة على الدكة زي ابن معوض وغيره. فين اللي بيصعد الشباب؟ فين؟ أنا بتفرج على مباراة الناشئين الأهلي، بسم الله ما شاء الله، يعني العيال محققين بطولات حلوة. يعني انت عندك عيلين توأم في فريق الشباب، إبراهيم عادل وحاجة اتنين أخين توأم زي إبراهيم وحسام حسن، ما شاء الله. وفي خط الدفاع لعيبة حلوة، واللعيبة بتلعب شمال في الأهلي حلوة في الشباب. يعني اللي نبهى الزمالك إن كل ما يجي عنده إيقاف يصعد ناشئين، بس للأسف ما بيحتفظش به. لما فاز بالدوري سنتين ورا بعض، عمر الزمالك ما خد الدوري 3 سنين ورا بعض، هما سنتين، صحته ما تزيدش عن سنتين. لو خد يعني الدوري بياخدوا بالاحتواء بأي حاجة، يعني المهم ربنا بيكرمهم ياخدوا سنتين بس. هما ما خدوا 3 مرات. حتى من 2001 دخل الإسماعيلي قصر القاعدة